دي تمرينة دراع. طب انا بالنسبه لي انا واحد الجنب اليمين عندي اصغر 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 من الجنب الشمال. فبالتالي التمرينه دي بصراحه ابتدت تظبط معايا الدنيا. قلت برضو ايه اصورها كده ايه عشان الناس تستفيد منها، وفعلا نلاقي حل للحوار دوت بصراحه. لان حته ان انت تبقى مفحوط وبتتمرن وطلعان تلاتينك وبتاع، وفي الاخر تلاقي الدنيا صفصفت على ان انت تبص كده في المرايه فتتصدم تلاقي دراع اكبر من التاني والحوارات دي، فاهم؟ يعني حاجه زباله قوي بصراحه يعني. بس اول تمرين بيبقى سنجل ارم كيبل كيرل. سخن كده ايه، استنى عشان نخلع ام الحاجات دي. سخن مجموعتين، بيبقى 2 ورم اب سيتس، وبعد كده بيبقى 4 وركينج سيتس. بالنسبه للتكنيكس اللي الواحد ممكن يستخدمها في حاجه زي كده، في كذا طريقه. في ريست بوز، في مايو ريبس، في ان انت تزود عدات للطرف الضعيف بالنسبه للمجموعه الواحده. يعني لو الطرف القوي مثلا جاب 10، فانت بتحاول ان انت تعمل فورس ريبس ان انت تجيب عدات اكتر بالنسبه للجنب الضعيف. آه، قلت لك ايه؟ قلت لك مجموعه زياده، عدات زياده، ريست بوز. وفي حاجه اسمها برضو، في حاجه اسمها المايو ريبس. دي علشان دي بصراحه انا بستعملها، حسيت انها ابتدت تظبط مع الدنيا شويه. آه، بالذات انها حسيت برضو بالنسبه لي يعني انها متوظفه اكتر شويه. وانا قادر اقيسها بتبقى ماشيه ازاي. مثلا انت بتلعب الاربع مجاميع بتوعك، آه، بتلعب نفس العدات اليمين نفس العدات الشمال. حتى لو الوزن يعني حتى لو الوزن يبقى تقيل على مثلا الطرف الضعيف، لا انت بتحاول ان انت تعمل فورس دريبس او ان انت تجبر نفسك ان انت تكمل العدات اللي فاضله. وفي نفس الوقت بقى التركية في اخر مجموعه، في اخر مجموعه انت بتعمل ايه؟ انت مثلا وصلت للمجموعه الرابعه، تيجي تعمل التكنيك ده. بتخلص مثلا المجموعه بتاعتك 10 عدات بسيب الوزن اللي انت بتلعب بيه. بعدها بتريح حوالي من 10 ل 15 ثانيه، دي تعمل من 5 ل 6 عدات او من 4 ل 6 عدات. عملت من 4 ل 6 عدات والدنيا تمام زي الفل، كمل. بتريح 15 ثانيه وترجع تلعبها تاني. طيب، عملت من 4 ل 6 عدات تاني، كمل. عملت من 4 ل 6 عدات. لو انت جامد فشخ مثلا هتلعب 3 او 4 بالتكنيك ده، لغايه ما توصل مثلا ان انت في اخر مجموعه خالص لقيت نفسك مثلا رحت جايب 3 عدات. هنا ستوب، اقف بس خلاص. طيب، ليه انا بقول لك التكنيك ده نفع معايا بصراحه وحاسس ان هو امان؟ لان انت بتعمل كده في اخر مجموعه. انت مش بتعمل كده على مدار المجموعات كلها، انت بتعمل كده في اخر مجموعه، انت بتعمل كده في مجموعه واحده بس. فاهم؟ انت عايز حاجه واحده بس، يعني حاجه تخلي عضله البايسبس تتفوق فيها في اللي هي في الجانب الضعيف عن الجانب القوي. ان هو الجانب الضعيف يتفوق في حاجه واحده بس، هي اللي تحط له الزقه الزياده ان هو فعلا يتطور، ان هو فعلا تلاقي فيه نتيجه، ان هو ده يبقى زي ده. حلو. اللي انجبت 21 عده او 22 عده. حلو فشخ. الناس اللي بتبقى عايزه النتيجه السريعه من غير ما يعمل مجهود، من غير ما يضحي، من غير ما ياكل كويس، من غير ما يتمرن كويس، من غير ما ينام كويس، من غير ما يعمل الكارديو المطلوب منه. يعني في ناس بالبلدي كده لغايه النهارده واحنا في 26 عايزين الماجيك بيل، عايزين الحبايه السحريه. معلش، هو انت لو اكلك مش مظبوط مش هتعمل عضلات، مش هتخس دهون. لو تمرينك تمرين علوق مش هتعمل عضلات، مش هتخس دهون. مش هتتطور اصلا خالص. آه ولو ما بتنامش كويس بقى كمان فوق البيعه دي كلها، انت كده دمرت، انت كده فاهم؟ عارف انت المثلث التدمير الذاتي. مثلث التدمير الذاتي، مفيش تمرين، مفيش اكل، مفيش نوم، صباح الفل. خلاص كده كده باظت. فاللي مطلوب منك انك تعمل اللي عليك، تسمع كلام المدرب اللي معاك، وتنفذ الحاجه من غير نقاش. فاهم اللي هو ايه؟ قال لك هتاكل كذا، حاضر. قال لك هتتمرن كذا، حاضر. آه
قال لك هتنام عدد ساعات كذا في وقت كذا، حاضر، حاول حاول، فاهم؟ هتلاقي مدربين اصلا بيقول لك ان مش دعوه بشكلك الشخصيه، وعايز تعمل لها مجهود وعايز تتطور فيها فاتعب. احمد حلمي قال لك اللي عايز يدح ما يقولش اح، فكمل في اللي انت فيه. انا واحد ولا مع دول ولا مع دول، انا ولا مع النيو سكول ولا مع الايه، ولا مع الاولد سكول. انا عارف انت اللي هو إيه، انا الحاجه اللي بالنسبه لي هي اللي انا بلعبها، بغض النظر عن رايك وعن راي اي حد. طالما الحاجه انت مستريح عليها وبتتطور عليها، فكك بقى خلاص، مش مستاهله ان انت تقعد تغير والكلام ده. بس عشرة. جابت ورا جابت ورا برضه عدتين برضه مفيش فايده. 12. عايز اجيب عدة كمان. شباب مش شغال ولا ايه؟ 13. كده بقى نبتدي الميورات. عايزين نجيب من 4 ل6 عدات. 1 2 3. نلعب واحدة كمان. 2 3 4 7 1008 1009 1010 11 1015. واحد. أوه. اثنين. 3. جابت اخرها. اول سؤال كان جاي بيقول المدى الحركي ولا الوزن اهم؟ طيب، حته ان الوزن ولا المدى الحركي اهم؟ هو المدى الحركي طبعا اهم من الوزن بكتير، لكن القصه كلها في ان انت آم، انت بتجمع بين الاثنين في حاجه واحده، الا وهي ايه؟ انت بتختار وزن، انت بتختار وزن قادر ان انت فعلا تعمل بيه مدى حركي كامل، وفي نفس الوقت بتوصل بيه للماسل فيلير في العدات اللي هي الاوبتيمال، اللي هي من 8 ل 12 عده. هو من اربع عدات ل 30 عده ممكن يبنوا لك عضلات وكل حاجه، ولكن القصه كلها في ان انت لما بتلعب لما بتلعب بوزن كويس ومدى حركي كويس، انت ساعتها بتارجت الرينج بتاع الجولدن رينج اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو من 8 ل 12 عده. فانت بالتالي هنا هتبتدي فعلا ان انت تحط نفسك في حته ان انت فعلا هتبني عضلات صح. بس هي القصه كلها في ان انت بتراعي الاثنين، المدى الحركي وبتراعي الوزن. بتراعي المدى الحركي علشان طبعا ما يحصلكش اصابات فيما بعد، ان انت مثلا كل ما هو فان انت لما تراعي المدى الحركي هتمرن العضله هتمرن العضله من الاوريجن للانسرشن بتاعها، وفي نفس الوقت بتحط وزن مناسب بتلعب بيه من 8 ل 12 عده، فبالتالي بتعمل ستيمولس كويس وبتقدر تراقب الموضوع ده. فانت بتثبت اوزانك وبتحافظ عليها
على قد ما تقدر، وبتراقبها وبتراجعها مع كل سيشن والتانيه، وفي نفس الوقت بتهتم بالمدى الحركي ان انت تاخده من اوله لاخره. وكمان بتثبت نفسك على مدى عدات معين علشان تقيس عليه تطورك بعد كده. يعني تخيل مثلا لو انت بتلعب آه، تبادل بالدمبل مثلا ب 20 كيلو، بتجيب بيهم 8 عدات، فانت فجاه مره واحده قلت لا طب انا هلعب بال 10 كيلو واجيب بيهم مثلا 20 عده او 15 عده ايا يكن. فانت هنا آه، قلبت المساله في ان انت هتقعد بقى ان انت تحير نفسك. طب ما هو انا عايز اثبت آه، رينج عدات معين، عايز اثبت مدى حركي ان انا اشتغل بيه صح من اوله لاخره، وعايز اراقب اوزاني على مدار الوقت اللي قدام، ان انا بشوف هل انا بتطور في الوزن ولا لا، وهل كتلتي العضليه بتزيد ولا لا، او وزني بيزيد على الميزان ولا لا. بس بيزيد على الميزان عضلات، مش بيزيد على الوزن الدهون. بصراحه عايز اجيب عده كمان. انا جبنا نفس العدات بتاعت الشمال، بس انا عايز اجيب عده كمان. مش عارف اخس ومش بتطور. طيب بص يا سيدي، ان انت مش عارف تخس دي مشكله. آه انت محتاج تقعد تتكلم مع حد فيها. آه ومحتاج ان انت تقرا كتير وتذاكر وتفهم انت جسمك محتاج ايه، و... وان انت ازاي تنزل الدهون دي وتلتزم. فانك انت تمشي على سطر وتسيب سطر والكلام ده كله وبتاع، وبتقول ان انت مش عارف تخس، اللي هي اصلا اسهل حاجه في الدنيا. ان انت اصلا هي اسهل حاجه في الدنيا دلوقتي ان انت تخس دهون مش تبني عضلات. هي تبني عضلات بقت هي اللي صعبه، بقت هي اللي محتاجه التزام غبي قوي، صعب. فان انت مش عارف تخس دهون، فانت لا، انت هنا محتاج حد تتكلم معاه، محتاج مدرب يوجهك، محتاج حد فعلا. لو انت قادر تستثمر مبلغ معين من ميزانيتك ان انت تشترك مع مدرب في ان هو يوجهك صح ويعلمك المفروض اللي انت تعمله، فانت هنا ماشي سليم، انت هنا تمام، كمل. ولكن ان انت بتقول ان انت مش عارف تخس، فدي في حد ذاتها دي مشكله كبيره. ان انت هنا انت مش عارف تلتزم ومش عارف تعمل اللي عليك صح علشان فعلا تلاقي النتيجه دي، او ممكن ما يكونش عندك العلم الكافي ان انت فعلا تعمل لنفسك جدول تمرين، وتعمل لنفسك كارديو روتين مظبوط، وتعمل لنفسك دايت يتماشى مع احتياجاتك من كل الماكروز اللي مطلوب منك ان انت تدخلها لجسمك. فبالتالي انصحك ان انت تتابع مع مدرب وتمشي على اللي هو بيقوله لك بالحرف، لان انا زي ما بقول لك احنا محتاجين فعلا ان احنا نبص على الموضوع دوت، لان دي فعلا كده مشكله ان انت مش عارف تخس ومش بتتطور، فدي فعلا مشكله كبيره. ست شرح.
12 12 15. في سؤال برضو من ضمن الأسئلة اللي جت، بيقول لي تفتكر لو أنا استخدمت هرمون آه، هوصل لنتيجة جامدة؟ بص يا سيدي، دي من تخيلات استخدام الهرمون. بمعنى الناس متخيلة أو فاكرة إنها لما تستخدم الهرمون هيطلع لها عضلات في ودانها. لا، هو الموضوع مش كده. هو الموضوع إن الهرمون بيخليك تطلع عضلات ضرب اتنين، وأحيانا لو أنت جيناتك سامحة والجينات كينج في الموضوع دوت ممكن يبقى ضرب تلاتة. إزاي؟ في ناس ممكن تزيد كيلو كل شهر عادي جدا عضلات، بالذات النيوبيز اللي هم سنهم يسمح لهم ان هم يستخدموا الهرمون. مش مثلا حد عنده 17 18، انا ما برجحش السن ده، لان انت لو دي مش اكل عيشك فبلاش منها ان انت تستخدم هرمون. آه لو انت شخص عايز تستخدم هرمون لاجل غرض عادي كده، اللي هو انا عايز استخدم هرمون وخلاص واطلع عضلات، فلا، خليك طبيعي احسن. آه واستثمر في نفسك ان انت تدخل اكل نظيف، تلتزم، تعمل اللي عليك، تتمرن كويس، آه تتدرج في الاوزان على مدار الوقت، تعمل الكارديو روتين المطلوب منك. ولو انت ماشي مع مدرب يمشي على تعليمات المدرب ده، دخل نسبه بروتين كفايه، دخل كربوهيدرات كفايه عشان تكبر. طبعا الاكل كله يبقى كلين. حته استخدام الهرمون ديت لو انت شخص حابب ان انت تخش المجال ده، ان انت تحترف في بادي بيلدينج، يعني لو انت مش شغلك الجيم وانت مش مدرب، او انت مثلا اثليت، او انت شخص له علاقه بالمجال الرياضي، فكك من حته الاسترويدز دي خالص، ما تخشش فيها، لانها يعني لفه كبيره ما يعلم بها الا ربنا، وهتدوشك، ويعني وهيبقى في مود طالع ومود نازل وحوارات وبتاع ومش عارف ايه وكلام من ده كله بيحصل. حتى لو انت مع اشطر واحد في الدنيا هيحصل لك دروبات كده متخلفه انت مش هتصدقها اصلا، مش هتصدق نفسك فيها. ومش هتبقى انت، يعني هتبقى انت بني ادم مختلف. فاعتمد على ان انت تاكل كويس، تتمرن كويس، دخل يا عم مكملات، ودخل فيتامينز، ودخل مينرالز والكلام ده كله، وابتدي تطور مع الوقت. الهرمونات ما هي الا اداه بتامبليفاينج او بتحسن من البناء العضلي بتاعك مرتين وثلاثه في خلال الوقت نفسه. يعني لو انت مثلا شخص طبيعي، النمو العضلي بتاعك هيبقى ضرب واحد، تمام، بيعلى، او يا سيدي ضرب واحد ونص. مع استخدام الهرمونات هيبقى اتنين وثلاثه، على حسب جيناتك، الجينات كينج في الموضوع ده. فما تعتمدش على الهرمونات ان هي حاجه اساسيه، ان هي هتزودك عضلات. لا، انت هتزيد عضلات طبيعي. وممكن على فكره تاخد تيست بوسترز مضمونه ومحترمه تزود لك نسبه التستوستيرون اللي ممكن تبقى عندك كشاب، بس طبعا مع ضغوطات الحياه والكلام ده كله وبتاع، تحسن من البناء العضلي عندك، وتحسن من هرموناتك والافراز الهرموني اللي عندك. بس لكن لو انت مش هتاخد الموضوع كحاجه احترافيه، لا، ابعد عن السكه دي خالص، ما تجيش ناحيتها. ولو انت ده مش مجالك، اللي هو انت مش في المجال الرياضي، برضو ابعد عنها خالص، انساها. ازاي اوصل لاقصى تطور طبيعي في فتره صغيره؟ ماشي. انك تتطور في حاجه ايا كانت ايه هي، معناها ان انت تستمر، معناها ان انت تشتغل على نفسك، ان انت تجيب اخرك فيها. يعني بالبلدي بتاعنا، انا عايز اطلع عضلات في اقصى سرعه ممكنه، انام كويس، انام عدد ساعات كافي، احسن جوده النوم، ادخل ماكروز مناسبه لجسمي، اراقب تطوري على الميزان، واراقب تطوري في المرايه على مدار فترات، مثلا كل اسبوع، اقيس وزني كل يوم، احسب المتوسط بتاعي، اشوف عدد السعرات بتاعتي. هل انا مثلا السعرات اللي انا ماشي عليها دلوقتي، هل دي مينتنس، ولا هل دي مثلا في سعرات البالكينج، ولا اوفر بالكينج، مثلا انا مزود كام سعر مثلا في الفتره بتاعت البالكينج، مزود 200 300 500 الف، على حسب انا جيناتي تستحمل قد ايه. هل انا شخص بزيد دهون بسرعه، ولا انا مثلا شخص آه، بيزيد عضلات بصعوبه، شخص رفيع. هنا برضو لازم تحط ريشيو للسعرات بتاعتك والاكل بتاعك. تمرينك، هل تمرينك آه، شدته كافيه ولا لا؟ تظبيط الجدول التدريبي بتاعك، الجدول التدريبي بتاعك هل هو مناسب لاسلوب حياتك؟ هل هو انت مستريح عليه؟ بس فانت لازم تقيس المواضيع دي كلها على مدار الوقت. بس لكن بالبلدي، بدون الدخول في التفاصيل دي كلها، انا باكل كويس، بتمرن كويس، بنام كويس.
بنام كويس، مثبت ميعاد نومي، ميعاد نومي بدري، بصحى بدري، بدخل وجباتي كلها على مدار اليوم، ما بفوتش اي وجبه. لو قادر ان انا ادخل سبلمنت او اصرف عليها، كرياتين كينج ده اول حاجه طبعا. بدخل كميه ميه كويسه، بدخل املاح، بهتم بالمصدر بتاع الكربوهيدرات، ان انا ادخل كربوهيدرات نظيفه، يعني كربوهيدرات، ميه، ملح. دي اهم حاجه علشان اصلا جسمك يتشبع بالجلايكوجين، وجسمك يتشبع بالماكروز اللي موجوده ديت، ان هو فعلا توصل له الماكروز ديت ويستفيد منها. بس بالبلدي هي دي الطريقه. سبعه. طب ما انت برضو اكلك كان اخباره ايه؟ لا ما هو، بص اقول لك على حاجه. ايا كان، ايا كان الجدول اللي انت هتمشي عليه، هو كده كده هيطورك. قشطه. بس خلي بالك برضو، فاكر انت لما قعدنا نتناقش وقلت لك الاكل لما انت ظبطته، وفجاه مره واحده لقيت دي الميه راحت واقعه وبتاع، وابتدت تبان معاك وانت كنت مبسوط فشخ. ارجع بقى للنقطه دي تاني. اصل مهما هتروح في التمرين يمين او شمال، الاكل هو اللي هيطلع الحته كلها. بس في من ضمن الكومنتات، في من ضمن الاسئله، من ضمن الاسئله اللي جت: لو عندي مقاومه انسولين اضخم ازاي؟ طيب، انا لو شخص عندي مقاومه انسولين، ما ينفعش افكر اصلا في الضخامه العضليه في البدايه كده خالص، لان ده اختيار غلط. ليه؟ انا اصلا الانسولين هو الحاجه اللي بتحفز الجسم ان هو يزيد، ان هو هرمون البناء الاول. اي حد عايز يزيد في الوزن، لو هو مثلا بيستخدم ستيرويدز، هيروح يجيب تيست من الصيدليه وانسولين ارخص حاجات، هيطلع له عضلات فشخ. وبالذات لو هو كينج في الجينات، بوم، راح في حته ثانيه خالص. فانت هنا المطلوب منك انك تنزل لانسب نسبه دهون للراجل او للشخص او للشاب او للذكر بشكل عام. انت مثلا تنزل لحد 20 15% دهون، تبتدي بقى تراقب تحاليلك وتبتدي تشوف مقاومه الانسولين دي اخبارها ايه، وتبتدي تراقب السكر بتاعك، صايم واكل وبتاع مش عارف ايه، قصه كبيره انا عارف. ولكن ده اللي انت لازم تعمله عشان ترجع حساسيه الانسولين تتحسن من تاني، فبالتالي تقدر ان انت
تحط جسمك في انابوليك فيز، ان انت تزود سعرات، ان انت تزود كربوهيدرات، ان انت هتاكل كربوهيدرات كتير قصاد البروتين والدهون اللي داخله عشان طبعا تزيد عضلات والكلام ده. فانا انصحك الاول تتخلص من نسبه دهونك العاليه، وحسن موضوع مقاومه الانسولين دوت، انك تزود حساسيه الانسولين، لان انت كل ما هتقل في الدهون طبعا حته الاروماتيزيشن ديت بالنسبه للناس اللي عندها دهون عاليه بتبقى موجوده. فانت لما كل دهونك تقل الهرمونات تبتدي يحصل لها بالانس، يبتدي كمان الانسولين عندك يتحسن، السنسيتيفيتي بتاعته ترجع تتحسن تاني، فتلاقي نفسك ان انت قادر تعمل انابوليك فيز او بالكينج فيز كويسه، وتعملها بشكل نظيف ما ترمرمش تاني. اه وحاجه كمان برضو، ان انت ما تجازفش ان انت تخش البالكينج فيز بتاعتك ديت وانت عندك سنه مقاومه انسولين، لان انت كده بترمي نفسك في التهلكه بايدك، بمعنى ان انت هيجيلك سكري من النوع التاني، تبتدي تستخدم ادويه، فتلاقي نفسك دخلت في لوب مقفوله ومفرغه، انت عمال تلف حوالين نفسك. تخلص من الدهون اللي عندك الاول، وبعد كده تبتدي تدخل في الانابوليك فيز او في البالكينج فيز اللي انت نفسك تعملها.